السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهاردة الكشري المصري الأصيل، الأكلة اللي كل الناس بتحبها. مفيش حد نزل مصر إلا لما حب ياكل الكشري بتاعنا. أول حاجة احنا هنبتدي بالصلصة بتاعتنا، وهنعمل كل خطوات الكشري خطوة خطوة. أول حاجة حطينا زيت على النار، وهحط فيه معلقة توم، وهشوح التوم كده، واول ما اللون الجميل ده يطلع كده ولونه يصفر، هبتدي احط مكعب مرقة يدوب معاه. اول ما المكعب المرقة يدوب كده والثوم يصفر وياخد لونه الذهبي الجميل ده، ناخد بالنا عشان ما يتحرقش مننا. هنزل عليه بربع فنجان خل ابيض، هطش الثوم بالخل، وهسيبه يغلي على النار غلوة بسيطة كده، ونكون محضرين عصير طماطم. طبعا الكمية انا سايبها لكم على حسب اللي هيستخدمها، على حسب عدد افراد الاسرة، كل واحد وعلى حسب عدده هيحط كمية الطماطم اللي هو عايزها، كيلو ونص، اي حاجة اللي انتوا محتاجينها. وبعد ما حطينا الثوم واخد غلوة، حطينا الخل واخد غلوة كده مع الثوم، هنزل على طول بعصير الطماطم. انا كنت عصرت الطماطم عصير تقيل شوية عشان يتسبك ويبقى تقيل كده صلصة الكشري بتاعتنا. هبتدي بقى ان انا احط الملح والكمون بتاعنا، الكشري بيموت في الكمون، كل الاكل هنحط فيه كمون وهنكتر فيه الكمون. وبعد ما حطينا الملح والكمون، هنوطي على النار على الصلصة خالص عليها النار، وهنسيبها تستوي براحتها. شايفين اتسبكت اهي خلاص، شايفين شكلها وقوامها عامل ازاي. احلى صلصة هتتاكل للكشري، طعمها فظيع جدا. تاني حاجة هنبتدي بيها اللي هي الحمص. انا هعمل حمص احطه على الكشري وفي نفس الوقت يتاكل لوحده. يعني انا جبت ده 8 كيلو حمص، ونقعته في المية دي بقاله اقل حاجة 6 ساعات، وبعد كده هصفيه من المية بتاعته، وهغلي مية على النار، واول ما المية تغلي هنزل على طول بالحمص بتاعنا. انا هعمل الحمص اللي هو نحطه على الكشري ونشرب ميته. فهنحط بصلة قطعتها 4، وهحط فيه كمان معلقة توم، نعمل نفس خطوات الحمص عادي. ادي التوم، معلقة صغيرة توم، وهحط كوباية عصير طماطم من اللي انا كنت عاملاها للصلصة، انا اخدت منها كوباية كده الا ربع، وهحطها على الحمص. هتاكلوا شوية حمص الشام تحفة، طبعا هيعجبك جدا في الشتا ده، ودي اكتر حاجة بتدفي. هنحط فيه الكمون زي ما قلنا، الاكل كله بيحب الكمون، وهحط كمان بودرة بصل، ولو عندك بودرة ثوم، وهحط الملح بتاعي، وهظبط كل الحاجات بتاعتنا. واول ما يغلي الحمص برضو هوطي عليه النار وهسيبه يستوي براحته جدا. تالت حاجة بقى معانا هنا، هنحمص العيش اللي بنجيبه كده مع الكشري ده. انا جبت عيش شامي عادي، وقطعته بالمقص كده مربعات متساوية، وهبتدي ان انا اقليه في الزيت. هسخن الزيت على النار، هختبر بس الزيت، لقيته لسه مش سخن. انا لازم الزيت اول ما يسخن مني العيش مش هياخد حتى دقيقة، يا دوبك اول ما يتحط في النار، اول ما يشم النار على طول هيتحمص. فانا على طول ايدي فيه، وهقلبه بسرعة 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 عشان ما يتحرقش. وانتي بتقلبيه هتسمعي صوت التحميصة بتاعته كده، وصوت ان هو بيشخلل. انا اللي لونه غير شيلته عشان ما يتحرقش، عشان ده اساسا كان لونه غامق شوية قبل ما انزله اصلا الزيت. هقلب بسرعة تقليبة خفيفة كده، واول ما احس ان هو بيخشخش كده في قلب الزيت يبقى كده خلاص اتحمر. لونه ما يغمقش عشان ما يمررش، شايفين لونه فاتح ازاي؟ بس هو لما يبرد هتلاقيه لونه نفس اللون البني اللي بتجيبيه كده من عند بتاع الكشري.
فطبعا هعمل كل الخطوات كلها، هخلص كل الكمية، بس انا بحط شوية شوية عشان خاطر يتحمر وما يبقاش على بعضه ويتحرق مني او معرفش احمره كله كويس. يعني لما بيكون الكمية قليلة الحاجة بتتحمر احسن. هقلبه تقلبتين، العيش مش هيقعد على النار حتى دقيقة، كام ثانية كده وهتلاقيه اتحمر على طول معاكي. شايفين انا بقلبه باستمرار على طول، ما بسيبهوش في الزيت. هو خلاص كده اتحمر. هشيله واحط كمان اخر كمية معايا بنفس الطريقة، هحطها تقلبتين بس في الزيت ويبقى كده خلاص استوى معايا، اتحمر معايا. يعني انا تحمير العيش كله ما اخدش معايا دقيقة دقيقة ونصين، يا دوبك هو بسرعة كده، كانت النار متوسطة وتحمير بسرعة 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 واستوى معايا على طول. خلاص كده شلت كل العيش وهبتدي ان انا ايه بقى، ارش عليه الملح. هو هقلبه على طول وهو سخن عشان خاطر الملح ما يبقاش في عيش يبقى في حاجة حادقة وفي حاجة لا. وحطيت كمان كمون، وخلاص كده العيش اتحمص وبقى جاهز، نفس العيش بتاع الكشري، ملح وكمون بس. شايفين شكله اصفر ذهبي تحفة، كان طعمه تحفة جدا زي بتاع الكشري بالظبط، وطبعا دي حاجات انضف. نبتدي ايه بقى نعمل ايه بعد كده؟ الدقة بتاعتنا. الدقة بتاعت الكشري سهلة جدا. هحط مية على النار، في بيعملوها على النار وفي بيعملوها على البارد. بحط مية، حطيت كوبايتين مية وهحط نص فنجان خل. اول ما المية تغلي معايا نص فنجان خل ابيض، وهحط كمان معاه نص معلقة توم صغيرة، وهحط معايا الكمون، ونحط ملح ونخلي بالنا عشان الاكل ما يحدقش. يعني لو الاكل الملح كله مظبوط بلاش نحط ملح في الدقة عشان خاطر الدقة ما تحدقش الكشري. وهحط كمان الليمون بتاعنا، هعصر ليمونة في قلب الدقة. زي ما قلت لكم عايزين تحطوا ملح حطوا، لو ظابطين الملح في كل الخطوات الكشري يبقى بلاها نحط ملح في الدقة علشان الدقة ما تحدقش معانا الكشري. انا هسيبه يغلي غلوتين بس على النار، مش هسيبه اكتر من كده. هو شكله يا دوبك غلوتين بس، وكده خلاص الدقة بتاعتنا كمان خلصت. نعمل بقى الخطوة اللي بعدها، البصل. انا شلت قلب البصل وهبتدي ان انا اقطعه، هشيل كده اي زوايد عشان مش عايزة البصل يبقى لازق في بعضه. هو طبعا البصل بتاع التقلية بيكون ابيض، بس انا دورت عليه جدا مش لاقياه خالص، ده مش الموسم بتاعه فانا مش لاقياه. لكن هي اساسا التقلية بتتعمل بالبصل الابيض، ما بتتعملش خالص خالص بالبصل الاحمر عشان البصل الاحمر ده بتاع الطبيخ. بس انا ما لقيتش، فانا قلت لكم بس هي تبقى الخطوات بتاعته عاملة ازاي. انا شلت القلب وهقطعها كده متساوي عشان ما يبقاش فيه حاجات، القلب بيكون يا اما لازق في بعضه كده يا اما بيكون لما بيتقطع بيبقى حتت رفيعة وبيتحرق. فانا حاولت ان انا اخليه كله في سوا بعضه عشان يبقى كله شكل بعد كده وانت بتحطيه على وش الكشري. انا هحمره في نفس الزيت اللي كنت حمرت فيه العيش، هقلبه بسرعة كده على النار. انا حطيت، بس انا مش بحب التقلية، بس انا عملت بصلاية صغيرة عشان اوريكم الخطوات بتاعتها عاملة ازاي. لكن انا ما بحبش تقلية الكشري. انا برضو هقعد اقلب كده البصل معايا لحد ما ياخد لون ذهبي. طبعا قلت لكم التقلية بيكون البصل بتاعها الابيض، بس طبعا مش متوفر، هنعمل عادي بصل احمر. انا عملت بصل صغيرة بس عشان اوريكم الخطوات بتاعتها بتتعمل ازاي.
هي دي كده التقلية بتاعتنا. بعد كده هنجهز الرز بتاعنا. هحط زيت وهنزل بالشعرية، هحمرها اخلي لونها ذهبي. هحمر الشعرية، وبعد كده لما الشعرية بتاعتي تتحمر انا هجيب كوباية رز وهغسلها كويس جدا واصفي منها المية وهحطها تتشوح مع الشعرية. يعني بعد ما حمرنا الشعرية هننزل بالرز، وبعد ما اشوح الرز كده مع الشعرية تقليبتين هنزل معايا بالعدس بجبة. العدس بجبة ده انا برضو نقعاه في مية بقاله حوالي 6-7 ساعات، وبعد ما اتنقع خالص انا صفيت كل المية اللي فيه. هو اهو كده منقوع، وصفيت المية اللي فيه وهنزله على الرز والشعرية، وبرضو هشوحه كده تقليبتين. التشويحة الرز دي بتخليه مفلفل مش معجن معايا. وهحط الملح والكمون. لو عايزة تضيفي مكعب مرقة حطي معاه مع الرز. وبعد ما قلبته هضيف مقدار المية بتاعتي مقدار الرز عادي. يعني انت حاطة كوباية رز هتحطي كوباية مية او كوباية وربع بسيط كده. العدس اساسا متخمر مش هيشرب مية، منقوع مش هيشرب ميته خالص. هي كده يدوبك الرز على قد نفس المية اللي بتحطيها للرز. شايفين هو يدوبك كده غطى الرز بس حاجة بسيطة. هو ده كده شكل المية بتاعته، وهخليه يغلي. وبعد كده هوطي عليه النار واسيبه يستوي براحته على نار هادية. وانا سلقت مكرونة اسباجيتي ومكرونة مقصوصة صغيرة. وبعد كده هنحضر بقى طبق الكشري كله على بعض كده، هنحط كله على بعض بعد ما خلصنا. سلق المكرونة طبعا عادي جدا، مية مغلية فيها ملح، وحطيت فيها المكرونة الاسباجيتي والمقصوصة مع بعض. وبعد ما استوت صفيتهم وحطيت عليها معلقتين زيت عشان تبقى مفلفلة كده مش ماسكة في بعض. ترتيب بقى الكشري المعروف ده، هنحط الأول حاجة مكرونة في أرضية الطبق، وهنحط عليه الرز بالشعرية بالعدس. كان طعمه حلو جدا، جربوه قولولي رأيكم، مش ان شاء الله مش هتندموا ابدا على الطريقة. كان طعمه حلو جدا، الصلصة بتاعته كانت مظبوطة جدا جدا، وكل حاجة. العدس ده على الرز بيكون طعمه حلو جدا وبيستوي جدا. ما انا نقعاه كتير فهيكون بسوى الرز عادي. بعد كده هنحط الصلصة كده على الوش. شايفين جماله؟ هنحط بقى الحمص، هنرش حمص كده من غير المية بتاعته. المية بتاعته طبعا طعمها تحفة هنشربها. شايفين شكله عامل ازاي؟ كان طبق الكشري فظيع فظيع فظيع. وادي التقلية. وهنحط كمان بقى الدقة بتاعتنا بالثوم، هنقلب كده من تحت لفوق عشان يطلع الثوم بالليمون بكل حاجة كده معاه. طبعا الأكل أذواق، اللي بيحب الصلصة كتير يحط كتير، بيحبها قليل يحط قليل، وكذلك الدقة. وطبعا في ناس كتير جدا بتحب التقلية كتير، فانا بس كنت بقول لكم طريقة شكلها عامل ازاي. انا حطيت شوية قليلين عشان انا ما بحبش التقلية.
وده العيش المحمص بالملح والكمون، كان طعمه تحفة. جربوا الوصفة وقولولي رأيكم في الكومنتات، وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملولي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.